بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في سلسله حلقات اللي انا بعملها لكم عشان اقدر الم لكم الدنيا في موضوع اسكان لكل المصريين 7 متوسط الدخل. انا عملت حلقه على الشروط العامه، دي حلقه على الاوراق المطلوبه وهم مقسمينها لكل مهنه لوحديها او لكل واحد صاحب بيشتغل بقى قطاع خاص او قطاع عام مقسمينها. فانا طبعا برضو لخصت لكم الدنيا عشان اقدر اسهل عليكم الامور. انا طبعا بلخص الاول الكلام قبل ما اطلع اعمل فيديو عشان اسهل على الناس. طبعا اول حاجه او الشرط اللي هو او الاوراق المطلوبه من كل الناس اللي هتقدم: استماره الحجز والاقرار، بتطبعهم، بتملى، بتوقع، بتدفع الفلوس بتاعتك، بتجهز ايصالاتك مع الاوراق اللي انا هقولها دلوقتي، بتجمع كل دوت في ملف PDF وبترفعه ما يزيدش حجمه عن 2 ميجا بايت. ده بالنسبه لكل الناس، كل الناس هيعملوا الحته دي. لكن في ناس بقى هقول لهم على اوراق معينه وناس ثانيه هقول لهم على اوراق ثانيه عشان مش كل الاوراق زي بعضيها. ايه هي بقى؟ اول حاجه طبعا اللي شغالين في القطاع العام والقطاع الحكومي، نظامهم ايه؟ نظام حضرتك شهاده الدخل بتاعتك، ان دي اهم ورقه هم مركزين عليها، اهم مستند في كل الاوراق هي شهاده الدخل، من كل حسب كل فئه او كل واحد وشغله. القطاع العام والقطاع الحكومي هيجيبوا شهاده معتمده من جهه العمل بتاعتهم بصافي الدخل بتاعه. طبعا احنا عارفين ان القطاع العام والحكومي بيبقى ختم بتاع شهاده الدخل او مفردة المرتب بتبقى بختم النسر، فالموضوع مش محتاج اي ورقه تثبت كلامك صح ولا غلط، فانت موضوعك بيبقى سهل. اما القطاع الخاص بقى هيعمل ايه؟ هيجيب نفس الشهاده، طبعا هو مش مكتوب بختم النسر، بيبقى مكتوب بختم الشركه، بس سيادتك هتضيف في شهاده الدخل رقم السجل التجاري، رقم البطاقه الضريبيه مع صافي الدخل بتاع حضرتك، يكون عدى عليك اكتر من 6 شهور، سواء قطاع عام او قطاع حكومي او قطاع خاص. يعني الثلاثه دول يكون عدى عليهم 6 شهور في العمل. العام والحكوم مش مطلوب منه بطاقه وسجل طبعا، اما القطاع الخاص مطلوب ان انت تذكر في شهاده الدخل بتاعتك او مفردات مرتبك اللي هتجيبها من الشركه ان انت راجل شغال في شركه عندها بطاقه وسجل، وبتذكر ارقامهم وبتذكر صافي الدخل بتاع حضرتك وبتختم الجواب من الشركه وبتسلم. وطبيعي ان اي حد شغال في قطاع خاص المفروض يكون متامن عليه، عشان مش متامن عليك ممكن تعمل لك مشكله طالما ذكرت جهه عمل. ده بالنسبه للقطاع العام والحكومي والقطاع الخاص. هنخش على الاعمال الحره والنشاط التجاري والمهن الحرفيه. هتعمل ايه؟ عشان انت عندك كلكعه شويه والموضوع ممكن يبقى رخم عليك حبتين، ان كده مش اي حد اعمال حره هيقدر يقدم في الشقه دي بعد اللي انا قريته. اللي هو ايه بقى؟ اول حاجه سيادتك هتجيبها، هتجيب مستند من الضرايب ان سيادتك في مشروعك او مهنتك اللي انت فاتحها او شغال فيها ان انت مسجل في الضرايب سجل وبطاقه ضريبيه. ده لو انت شغال نشاط تجاري او مهنه حره. طبعا في مهن حره بتبقى بطاقه ضريبيه بس زي المحامين، لكن اي مهنه تانية لازم بطاقه وسجل. المحامي الوحيد اللي هو ممكن يقدم بالبطاقه الضريبيه بس عشان هو ما عندوش سجل تجاري، او ما ينفعش المحامي يطلع سجل تجاري ان هو مش شغال في مهنه حرفيه او نشاط تجاري، ده مهنه حره، فمش مطالب ان انت تحط السجل التجاري بتاعك عشان انت اصلا ما عندكش سجل تجاري. اما المهن التانية، المهن التجاريه التانية لازم تجيب ما يفيد من الضرايب ان سيادتك مسجل سجل تجاري او عندك سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. تاني حاجه بالنسبه للمهن الحره عموما سواء دي او دي او دي، هتجيب شهاده دخل من محاسب قانوني فيها صافي الدخل بتاع حضرتك محطوط وفيها المهنه اللي انت فاتح بيها المشروع، وتضيف في البطاقه والسجل رقم السجل سوري في شهاده الدخل هتضيف رقم السجل والبطاقه الضريبيه جوه شهاده الدخل من محاسب قانوني معتمد، معتمد مش وهمي. المهم بقى في الحته دي كلها برضو تاني ان سيادتك تكون النشاط بتاعك عدى عليه سنه، اقل من سنه ما ينفعش، ولازم تذكر ده في سواء في طبعا بطاقه وسجل كده بيبقى مكتوب فيها كده كده الضرايب هتذكر لك في شهاده الدخل، بتضيف المعلومه دي وتقول صافي الدخل قد ايه، مش دخلك عموما قد ايه، صافي الدخل الشهري والسنوي. تمام. اما بقى بالنسبه للمطلقات والارامل واصحاب المعاشات، رقم واحد هتجيب برنت من التامينات عشان يعرف موقفك ايه من المعاش لو انت بتاخد معاش. طبعا احنا عارفين الارامل بياخدوا معاشات والمطلقات واصحاب المعاشات نفسهم لو بياخد معاشه بكر ولا حاجه وسنه اقل من 50 سنه. تاني حاجه بالنسبه للمطلقات، مطلقات بس
هتجيب صوره او هتجيبي مستند النفقه بتاع حضرتك ان انت بتاخدي نفقه، اي حاجه رسميه سواء من بنك ناصر او حكم محكمه او اي حاجه بتقول ان انت بتاخدي نفقه، حتى لو بتمضي على اقرار مع طليقك ان انت بتاخدي منه نفقه شهريه وبتمضي على الكلام ده، هاتي الورق دوت اي حاجه تقول انت بتاخدي نفقه قد ايه. ماشي. اما بقى الاوراق اللي هي المستندات بقى اللي هي طبعا تخص الاسره عموما بقى ايا كان مين حضرتك، الاعزب مطلوب من سعادتك البطاقه بتاعت حضرتك، ايصال مرافق حديث، ولو انت كنت مقدم في حاجه قبل كده بتجيب ما يفيد ان انت ما استفدتش وان انت سحبت فلوسك من اي اعلان قبل كده، ده الاعزب. اما المتزوجين هنضيف عليهم قسيمه الجواز، هنضيف عليهم بطايق الزوج والزوجه، هنضيف عليهم شهاده ميلاد الاولاد القُصّر اللي هم يعني طبعا سنهم لسه ما عداش السن القانوني، وقيد عائلي ده المتزوجين. اما المطلقات والارامل مش مطلوب منهم قيد عائلي ولا هو ولا الاعزب، القيد العائلي مطلوب للمتزوجين فقط، ولا ارمله ولا مطلقه ولا اعزب هيجيب قيد عائلي. بس المطلقه والارمله بلس اللي انا قلته بتاع النفقه والبرنت هتجيبي طبعا شهاده الوفاه للارمله وشهاده الطلاق للمطلقه وصور شهادات الميلاد او شهاده الميلاد للاطفال القُصّر بتوع حضرتك، مع طبعا لو انت دخلك مش مكفي هتعملي شهاده دخل اضافي ان انت مثلا بتعملي مهنه حره. طبعا لو قلنا هنقول القصه دي هيبقى فيها احتماليه يبقى ما ينفعش ان هم طالبين من المهن الحره ان هم يجيبوا ما يفيد ان هم عندهم بطاقه وسجل، فمعنى كده ان سيادتك لازم يكون معاشك ونفقتك ودخلك اللي بيخش لك يكون 12,000 جنيه. ان شهاده الدخل لو هتتعمل من غير اي اثبات من الجهات المختصه سواء الضرائب او السجل، كده الشقه او كده الورق او تقديمك هيبقى فيه مشكله، دي كده هيبقى فيه مشكله. فانا كده وضحت تقريبا الاوراق المطلوبه وقسمتها لكم مهن زي ما هو مكتوب في الكراسه بالظبط. اي حد محتاج كراسه PDF كامله يعمل له متابعه ويبعت لي على الخاص وان شاء الله هبعتها لك، وان شاء الله انتظروا مني حلقات تانية هوضح لكم فيها بقيه تفاصيل الكراسه تباعا. تحياتي ليكم واتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم.